السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا عارفين ان كوريا شبه جزيرة على المحيط، بيبقى فيها مئات الوصفات من اعداد الاسماك. هنعمل النهارده طريقتين سهلين قوي للفيليه السمك. اول طريقة سهلة جدا ومختلفة شوية عن اللي احنا بنعمله. هنحتاج فيها فيليه سمك، هنحتاج بيض، دقيق وتوم وملح، فلفل اسود، الزيت هنقلي فيه، وهنحتاج شويه خل، اي نوع خل متوفر عندنا. انا هحط قطعه فلفل اخضر اختياري، اللي عايز يحط يحط، اللي مش عايز ما يحطش. كميه السمك وكميه الحاجات اللي هنستعملها هتتحدد على حسب ما احنا عايزين، يعني عايزين نحط قطعه قطعتين زي ما احنا عايزين. هبدا الاول التوم قبل ما حاجه، يعني مثلا 3 فصوص توم كفايه، مش هعمل كتير، ومعاهم قطعه فلفل البذور بتاعته، هحط التوم هنا شويه الاول، وبعدين هحط لما اقطع السمك. هنقطع بقى السمك زي ما احنا عايزين، نحاول ان احنا ننشفه كويس ونتخلص من اي كميه ميه فيه. كده. بعدين بقى الطريقه بتاعتهم بقى ان هما بياخدوه بميله كده ويقطعوه شرايح، يعني ينفع ان احنا ناكلها كده في مره واحده او مرتين، لحد ما نخلص الكميه كلها. دي تخينه شويه، نقسمها على 2. وبعدين نحط الثوم اللي احنا فرمناه، هنحط حوالي ربع معلقه صغيره ملح، وهنحط فلفل اسود، حوالي معلقه صغيره فلفل اسود، اسفه، ربع معلقه صغيره فلفل اسود، وهنحط معلقه صغيره خل، اي نوع خل، ده خل فاكهه، ممكن نحط اي نوع خل احنا عايزينه، كفايه. ونقلبه بقى، زي ما قلت الفلفل اللي انا حطيته فلفل حار اختياري، ممكن ان احنا ما نحطهوش. هسيبه شويه لحد ما اجهز بقيه الحاجات اللي هنعملها. السمك سيبته كده 5 دقايق على ما جهزت الحاجه بتاعتي. هتبله في الدقيق، الدقيق بس، يعني هي الموضوع دقيق وبيض وخلاص، يعني زي ما بنعمل كده الفيليه الفراخ، بس الفيليه الفراخ بنرجع نحطه في البقسماط، لا احنا هنتبله في الدقيق بس، تعفير كده. ريحته جميله جدا، ما عندكوش فكره، ريحه الخل بتسحب منه اي ريحه مميزه فيه، الخل بيساعد انها ما تبقاش موجوده. تبلناه بالدقيق كله، الدقيق اللي هيفضل، وممكن برضو يفضل معايا بيض ما نرميهوش، ممكن نفرم، يعني نفرم شويه خضار ونحطهم فيه. انا بعمل كده، الدقيق والبيض اللي بيفضلوا بروح حاطه معاهم شويه كوسه وجزر مبشور، بصل، اي حاجه. بسم الله. نحط بقى شويه فلفل اسود وسنه ملح برده خفيفه خالص، ممكن يكونوا هما ما بيعملوش كده. انا بحطيت البيضه كامله. في واحده كوريه كانت علمتني ان هي بتعمله بصفار البيض لوحده، فبيطلع لونه ذهبي اكتر، لكن يعني اللي عايز يستعمل البيضه كامله مفيش مشكله. دلوقتي نحط بقى الزيت على النار، معلقتين كبار كده زيت، مش كتير، معلقتين بس كده يستوي فيه. وناخد بقى السمك،
نغطسه في البيض. نحطه في الطاسه. على طول مباشرة البيض في الطاسة، خلوش يبقى قريب من بعضه لحد ما اخلص الكمية كلها. لما الاقي ظهرها كده بقى ذهبي شوية اخدها اقلبها. اللون جميل. النار لو انتم حاسين او ملاحظين ان النار متوسطة، مش عايزة نار عالية قوي. بعد ما بقى لونه ذهبي كده على الجنبين زي ما احنا شايفين شكله تحفة. نطلعه بقى كده على الورق الاول ومناديل مطبخ. وكده نكون عملنا طبق سمك المقلي بالبيض، بيعتبر نوع من انواع الشون الكوري. الصوص بتاعه بقى واحد برضه زي ما اتفقنا، معلقه خل، معلقه صويا صوص، معلقه ميه، وشويه بصل اخضر عليهم نغمسها فيها. بسم الله. ما عندكوش فكره السمك بالطريقه دي لذيذ وخفيف وجميل قد ايه. هنعمل بقى ان شاء الله طبق تاني، يا رب الطبق ده يعجبكم. السلام عليكم ورحمه الله.